في قلب كل بلد طقوس غريبة للجواز، ما بين طبول اللي بتغني بدل الزغاريت، وبين قبائل ما بتشوفش المية أصلا، وقبائل تانية شايفة إن جواز البنت من كلب هو الحل للعنة، وبلدان بيحصل فيها عجايب وغرايب محدش سمع عنها قبل كده. استعد كويس عشان تخوض رحلة معايا حول العالم وتحضر فرح في كل بلد، وخليك معايا للنهاية عشان القارة السمراء ممكن تفوز بنصيب الأسد. من حلقة النهاردة هنبدأ رحلتنا العجيبة النهاردة بالصين، اللي هناك الجواز مش بس حفلة وطبول وفرحة، دي دموع وأرواح وتقاليد مش مفهومة. استعد الجولة في عالم مش ممكن تصدقه. في الصين تحديدا في قبيلة التوجيا العروسة بتبدأ تعيط قبل الفرح ب30 يوم، كل يوم ساعة، وبعد 10 أيام تنضم لها أمها وبعدها جدتها وممكن باقي ستات العيلة. التقليد ده بيعبر عن امتنان البنت لأهلها طول السنين اللي فاتت، ولو ما بكتش بيعتبروها مش أصيلة وما احترمتش العيلة. كمان العياط ده مش عياط عادي، ده بيكون بصوت عالي مع أغاني حزينة، وممكن كمان تبكي باسم أمها أو تبكي على طفولتها وفراق الأهل. ننتقل لعادة زواج الأشباح. عمرك تخيلت إنك ممكن تتجوز شبح؟ ده بيحصل في الصين فعلا. التقليد ده بدأ في سلالة تشو الغربية من سنة 1046 قبل الميلاد، ومستمر لحد دلوقتي في المناطق الريفية رغم محاولات الحكومة المستميتة لردعها، عشان بجد في تفاصيل مرعبة ممكن تحصل في الطقس ده. اللي بيحصل إن لو حد مات قبل ما يتجوز بيعتبروا إنه هيكون وحيد في العالم الآخر، ودي حاجة حزينة جدا بالنسبة لهم، خصوصا لو ولد، فتقوم عيلته تدور على عروسة ميتة ويجوزوهم لبعض ويعملوا لهم فرح كمان بطقوس معينة. ساعات في حالات نادرة ممكن يجوزوا الولد الميت لبنت عايشة، والبنت تعيش مع أهل جوزها كأرملة الروح المتوفي، وهي لا عمرها شافته ولا حتى سلمت عليه. المرعب في الموضوع إن ممكن يدوروا على جثث البنات الصغيرة في القبور ويسرقوها عشان ينفذوا الطقس ده، حاجة مش قادر أتخيلها بصراحة. عادة كسر الأطباق قبل الفرح، أهل العروسة يكسروا أطباق في بيتها عشان الصوت العالي للكسر بالنسبة لهم بيطرد الأرواح الشريرة وبيجيب البركة، وبيشوفوه كمان رمز لبداية جديدة. ولو حصل في أي فرح إن حاجة اتكسرت بيفرحوا جدا وبيعتبروه فال خير وبركة. عادة اختبار العريس. عشان تتجوز لازم تبقى أشطر واحد يمر بالاختبارات بتاعته، وانت وحظك بقى هتقع في انهي اختبار. ممكن العيلة تختبر العريس بطريقة تموت من الضحك، عن طريق انهم يخلوا العريس يشيل العروسة ويجري بيها، واثناء الجري لازم يحل الغاز، ولو فشل في حلها ممكن يترفض. وممكن بدل ما تشيل عروستك تشيل حجر كبير تجري بيه مسافات بعيدة، بس عشان يشوفوك هتعرف تتحمل مسؤولية بنتهم وتفوز بيها في حياتك ولا انت مش مؤهل لكده. نتحرك برحلتنا شوية ناحية الهند، أرض العجايب. في بلد الأساطير والآلهة، هناك الجواز مش بس حب، دي طقوس وعقائد وتحديات ممكن تكسر اللي قدامها. عادة جواز العروسة من كلب. في الهند لو البنت اتولدت في وضع فلكي مش كويس، الحل إنها تتجوز كلب الأول، بشكل سوري يعني، عشان في اعتقادهم إن الكلب هيمتص اللعنة باعتباره روح حارسة، وبعدها بيتساب الكلب يروح لحال سبيله، وتعتبر البنت كده صاغ سليم منزهة من كل اللعنات، وتقدر تتجوز بني آدم عادي في أي وقت. ولو ما عملوش كده بيعتبروا إن البنت دي هتعمل كوارث في العالم لو اتجوزت على حالها ده. والموضوع ده اتعرف للعالم لما توثق في الصحافة فعلا لحالة لبنت عندها 14 سنة اسمها منغلي موندا، وأهلها قالوا إن هي كده تقدر تتجوز أي حد لما تكبر بسلام. عادة إهانة العريس. أهل العروسة يهينوا العريس في الفرح ويخلوه يعمل أي حاجة، يرقص مثلا، يتكلم كأنه طفل، يعمل أي حاجة غريبة، والهدف من كل ده إنهم يشوفوه متواضع ولا لأ. ونكمل الجولة بتاعتنا النهاردة ونسافر من الهند لأوروبا، بلد الرومانسية. بس مش دايما، ساعات كده بتحصل فيها حاجات غريبة شويتين، ومش زي ما احنا متخيلين إنها متقدمة علميا ومتطورة
وسبقنا بمراحل، لكن كمان لسه عندهم عادات غريبة وما سمعناش عنها قبل كده. في ألمانيا مثلا قبل الفرح بيكسروا أطباق وكوبايات قدام بيت العروسة، والعريس والعروسة ينظفوا سوا، وده عشان يعلموهم إن الجواز لازم يبدأ بتعاون. في فرنسا يجمعوا بواقي الأكل ويحطها في حاجة شبه المرحاض، والعروسة والعريس يشربوا منه، وده بالنسبة لهم اختبار لقدرتهم على التحمل. لو نجحوا فيه هيقدروا يعدوا تجربة الجواز بسلام. وفي رومانيا أهل العروسة بيخطفوها، والعريس لازم يدفع فدية عشان يرجعها، والفدية مش لازم تكون فلوس، ممكن يغني، يرقص، يجيب ورد، أو يعلن حبه قدام الكل. أما في اسكتلندا قبل الفرح بيرموا على العروسة حاجات غريبة، مثلا بيض، طين، زبالة، ويربطوها في شجرة أو يلفوا بيها في الشوارع، كل ده عشان تستحمل الجواز. حاجة لو شفتها ممكن تموت على نفسك من الضحك. كمل معايا واتعرف على أغرب عادات، وبالنسبة لي هي اللي فازت بنصيب الأسد، وهي قارة أفريقيا، قبيلة الماساي اللي موجودة في كينيا وتنزانيا. العروسة هناك بتتزين مش بفستان أبيض ولا بورود، ببصقة، يعني حاجة منتهى القرف. أبوها يبصق على راسها وصدرها كنوع من البركة، وكمان بتحمي العروسة من الأرواح الشريرة. أما العريس ما ينفعش يعيش في نفس بيت أبوه بعد الجواز، لازم يبعد، هي القوانين كده، ومحدش يقدر يقول غير علم وينفذ. وفي شمال أفريقيا زمان كان في قبائل بتثقب لسان العروسة ليلة الفرح، عشان بيعتقدوا إنها صرصارة، رغاية يعني بالبلدي، ولازم عشان تتأدب قبل الجواز يعملوا الطقس ده. هو التقليد ده خلاص شبه اختفى، بس كان حقيقي في المناطق الحدودية. وفي قبيلة جوبس برضو كان بيتم نفس الطقس، بس بيتم ربط خاتم الزواج في حبل وعقده في لسان العروسة، والهدف من العادة دي إن العريس يشد الحبل كل ما يحس إن مراته بدأت تثرثر بالكلام. رجولتك تقاس بعدد زوجاتك، ده المبدأ الرئيسي لقبيلة الهوسا في نيجيريا. الرجولة هناك مش بس بالكلام، ولا بالقوة البدنية، ولا حتى بالمال. الراجل الحقيقي هو اللي يتجوز 4 ستات مرة واحدة أو على فترات قصيرة، وكل ما كتر عدد زوجاته زاد احترام الناس ليه، وارتفعت مكانته وسط رجالة القبيلة. واللي يتجوز واحدة بس بيتقال عليه في المجالس لسه مكملش رجولته، ناقص يعني. وده مش هزار، دي نظرة اجتماعية حقيقية بتأثر على صورته قدام الكبار والصغار. وممكن تسأل نفسك هما ازاي الستات نفسهم موافقين بالوضع ده؟ هقولك عشان البنت من وهي صغيرة بتتربى على فكرة ان الجواز مش حكر عليها لوحدها، بتسمع من امها وجدتها ان الراجل لازم يكون له شركاء، وبتتعلم ان في اكتر من ضرة هتعيش معاها في البيت وتحافظ على احترامها وعلى رضا جوزها. بس خلي بالك، رغم ان دي نظرة تقليدية، كتير من نساء الهوسة اليوم بدأوا يرفضوا العادة دي، خصوصا المتعلمات او اللي عايشين في المدن، وبيطالبوا بجواز قائم على المساواة والاحترام. اما في موريتانيا حماك مستحيل تشوفه بعينك، ايوه، هناك خطوط حمراء مقدسة ما ينفعش العريس يتخطاها، اختارها ما ينفعش تشوف والد مراتك. العريس في العادات دي لازم يكون غاية في الحياء والاحترام قدام أهل زوجته، خصوصا حماه والد العروس، لدرجة انه ما يقعدش معاه ابدا، ما يسلمش عليه، ما يشوفوش وش الوش، ولو حتى صدفه بالصدفة في الطريق يمشي من غير ما يرفع عينه أو يغير الطريق كله. قبيلة السورما أثيوبيا، جمال الست بحجم القرص اللي في شفايفك. في قبيلة السورما الجمال مش في العيون ولا في الشعر، الجمال هناك في شفة مشقوقة فيها قرص ضخم من الطين أو الخشب. موضع غريب، الطقس ده بيبدأ من أول ما البنت توصل سن البلوغ حوالي 13-15 سنة، ساعتها تبدأ أمها أو نساء العيلة في تجهيزها للزواج، مش بالفستان الأبيض بل بثقب شفايفها السفلية، وبيتم خلع 2 ل4 سنان من الأسنان السفلية الأمامية. بعدين يوسعوا الثقب بشكل تدريجي عن طريق أنهم يحطوا في الثقب ده قرص صغير، ويتم تغييره مع الوقت بأقراص أكبر وأكبر، لدرجة إن ممكن توصل الأقراص في بعض الحالات ل 12 سنتي أو أكتر. وده بالنسبة لهم أحسن حاجة، عشان كل ما القرص أكبر كل ما مهرها بقى أغلى، وزادت عدد الأبكار اللي هيدفعها العريس في مهرها.
لأن من وجهة نظر القبائل إن كل ما زادت الثروة كل ما زاد شرف العيلة. منظر غريب قوي بصراحة. أنا عن نفسي لو دفعولي 100 بقرة عشان أتجوز واحدة عاملين كده فيها مش هوافق. الأغرب من كل التقاليد هي تقاليد قبيلة الهمبا، ناميبيا. هناك الجمال بالدخان والطين الأحمر في قلب الصحراء القاسية، لا مية ولا كهرباء. بيعيشوا ستات قبيلة الهمبا بجمال غريب وسحر بدائي مفيش منه اتنين. وبسبب قسوة المناخ وقلة الموارد النساء استبدلوا الاستحمام بحمام الدخان، وده بيحصل عن طريق خطوات معينة. بتولع الست نار صغيرة في كوخ مقفول، بتحط أعشاب عطرية معينة زي المر واللبان، تقعد الست فوق الدخان وتسيبه يتغلغل جوه جلدها وشعرها وهدومها، وفي الآخر بتحصل على جسم نظيف ومعطر بطريقة سحرية. ومش بس كده، ده كمان عندهم وصفة الجمال العجيبة عبارة عن الطين الأحمر والزبدة، بيستخدموها كل يوم الصبح على جسمهم وشعرهم كنوع من الحماية من الشمس الحارقة. واللون الأحمر عندهم رمز للحياة والخصوبة والأرض. وفي يوم الفرح العروسة بتتحول لتمثال فرعوني حي، بيغطوا جسمها كله بخليط الطين والزبدة ويضفروا شعرها بشكل معقد ويتغطى بنفس العجينة برضه. وبتلبس اكسسوارات تقليدية مصنوعة من الذهب والأصداف وجماجم حيوانات. الطقم ده اسمه إيكورو، وهو إعلان رسمي إنها بقت امرأة ناضجة وجزء من عائلة العريس. في النهاية كل بلد ليها عادتها اللي بتتكون نتيجة المعتقدات والثقافة والتاريخ بتاعها، ودي حاجة بتخلينا نفهم إن البشر متنوعين بتنوع البيئة اللي حواليهم وظروفهم اللي شكلت وعيهم الحالي اللي بيتغير مع الزمن زي ما احنا كمان بنتغير مع الوقت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.